سؤال برسم دولة الرئيس نواف سلام. ما عم بتلاحظ يا دولة الرئيس إنه وزير الخارجية عم يتصرف من خلال أدائه كأنه مدير قطاع أو رئيس قطاع في ميليشيا؟ فهل هذا يجوز؟ لمن أي حدا بيستلم مسؤولية بحكومة مفروض تكون تابعة لكل اللبنانيين وتمثل كل اللبنانيين أن يتصرف على مستوى تطلعات اللبنانيين وعلى مستوى يرقى إلى حجم التحديات والأزمات وكل التهديدات التي تعصف بلبنان. فمفروض يكون رأيه الحزبي وموقفه الحزبي الميليشيوي خارج أبواب وزارة الخارجية، وعليه التصرف بمسؤولية. وإذا لا يستطيع أن يكون لبنانيا بمستوى أدائه والتزامه الوطني، يروح يقعد ببيته. فهذا الموضوع غير مقبول ولا يجوز الاستمرار فيه. وهذا الطلب هو برسم اللبنانيين أولا ومن ثم رئاسة الوزراء. فلا يجوز الاستمرار على هذا النحو، خاصة وأن هذا الموتور اللي اسمه وزير الخارجية يتصرف بمغالاة على مستوى تظهير أحقاده وتعصبه وانتمائه الحزبي، وهو لا يمثل المسيحيين ولا يمثل اللبنانيين على كل مشاربهم أو بكل مشاربهم. فلذلك يجب وضع حد لهذه المهزلة الدبلوماسية أو هذه المهزلة السياسية على المستوى الدبلوماسي وتمثيل لبنان.